السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ قصة جديدة، بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي ويلا بينا نبدأ القصة. في قرية صغيرة في الأرياف كان في واحدة ساكنة هناك اسمها أم علي. أم علي دي كان زوجها توفى من فترة طويلة جدا، وكانت ست قوية ربت أولادها لوحدها بعد وفاة زوجها، وكان ابنها الكبير هو علي. كان ابنها علي بقى ده كان أغلى ما تملك، كان شاب وسيم جدا وأخلاقه عالية، ومعروف في القرية عندهم إن هو شاب محترم جدا وودود. كان كل أهل القرية بيحبوه وبيحترموه. علي من وهو صغير أمه كانت بتعامله على أساس إن هو محور الكون، كانت دايما بتسهر جنبه وهو مريض، وتحرص دايما على راحته، وتقدم له كل اللي يحتاجه من حنان ورعاية. وكانت دايما تقول علي هو سندي في الدنيا، هو اللي هيشيل عني التعب والهم لما يكبر. ولما كبر علي بدأت أم علي تدور له على عروسة، كانت دايما بتتمنى إن هي تلاقي بنت تحبه زي ما هي ما بتحبه بالظبط. وفي يوم وهي بتزور حد من قرايبها لقت بنت جميلة قوي اسمها نور. نور دي كانت جميلة جدا، ملامحها جميلة وعيونها جميلة وضحكتها جذابة، وكانت نور معروفة بأخلاقها العالية واحترامها للناس. علي راح مع أمه عشان يزور قرايبه، ولما شاف نور حس بشيء غريب في قلبه، وكأنه لقى نص التاني. قرر ان هو يتقدم لنور، ولما روح كلم مامته فعلا ان هو عاوز يتجوز نور. ام علي فرحت جدا في البداية، كانت فاكرة ان نور هتكون زي بناتها، وان هي هتعيش معاها في نفس البيت، وان هي برضو ام علي هتفضل تتحكم في كل كبيرة وصغيرة حتى بعد جواز ابنها. وفعلا علي خد مامته وراحوا تقدموا النور، وتمت الخطوبة. وبعد فترة قصيرة اتجوز علي ونور، وعملوا حفلة بسيطة جدا لكن كان مليان بالحب والفرحة. في بداية الجواز بقى كانت الأمور ماشية كويس جدا، كانت دايما نور بتحاول ان هي تكسب حماتها وان هي تحترمها وتحببها فيها، وكانت بتساعدها في تنظيف البيت والأكل والشرب، وكانت بتحاول تقرب منها قوي. لكن أم علي بدأت تتضايق من حاجات معينة، زي مثلا لحظة إن علي بعد ما اتجوز ما بقاش يستشيرها في كل صغيرة وكبيرة زي ما كان بيعمل الأول، لأنه بدأ خلاص ياخد رأي نور في كل قراراته. أم علي هنا بقى بدأت إن هي تغير، وقلبها يتملي بالغيرة، وحست إن نور خدت مكانها في قلب علي. بدأت تتصرف بطريقة غريبة، يعني في مرة راحت تزور علي ونور في بيتهم، فنور قامت ورحبت بحماتها وعملت لهم غدا جميل. لكن أول ما حطت الأكل في بقها بدأت تقول ايه الأكل ده؟ الأكل ده مش حلو خالص، مش زي اللي أنا كنت بعمله لعلي. علي بيحب طاجن البامية اللي أنا بعمله له، بس انت أكلك مش حلو. كانت نور بتبتسم ابتسامة بسيطة وتقول لها أكيد يا أمي، أكيد طبعا الأكل من إيدك طعمه حاجة تانية. حماتها ما سكتتش على كده، دي نور كمان بدأت إن هي تدي حماتها هدايا. وفي يوم نور كانت جايبة لحماتها فستان، فأم علي مسكت الفستان كده وبصت له وقالت لها الفستان ده مش حلو، يا ريتك ما كنتيش جبتي حاجة أصلا. نور برضو سكتت زي العادة، وبالرغم من محاولات نور الكتير إن هي تكسب حب حماتها لكن ما كانش فيه فايدة فيها. كانت دايما حاسة بالغيرة من حب علي لنور، وهنا بدأت تقرر إن تخلي الحياة صعبة على نور، وبدأت تتكلم عن مشاكل تافهة جدا بس تحسس علي إن هي مشاكل كبيرة قوي. والمشكلة إن علي اللي كان في النص، كان ما بين إن هو بيحب أمه وعاوز يراضيها، وفي نفس الوقت مش عايز يجي على مراته. كان بيتمنى إن هو يلاقي طريقة إن هو يخلي الاتنين يقربوا من بعض ويكونوا فاهمين بعض، وإن أمه تحب نور. اتكلم مع مامته كتير جدا وقال لها إن أنا مش معنى إن أنا بحب نور إن دوت هيقلل من حبي ليكي، انتي حاجة تانية يا أمي. لكن أمه ما كانتش عاوزة تفهم خالص، وبدأت المشاكل تزيد، كل ما تزور بيت ابنها تعمل مشاكل. وفي يوم راحت تزور نور زيارة مفاجأة من غير ما تقول لهم أي حاجة، وبدأت تدور في البيت على أي غلط نور عاملاه، تشوف لو في تراب، لو في حاجة مرمية، بحيث إن هي تطلع نور إن هي مهملة ومش ست بيت شاطرة. لحد ما لقت في أغراض كده في بيت نور مش في مكانها، بدأت بقى توبخ نور، وانتي ست مهملة، وانتي ست مش عارفة تنظفي بيتك ومش عارفة ترتبي بيتك. علي لما كان في بيتي كنت بعمل له كل حاجة هو عايزها، ولما يرجع من شغله كان البيت بيبقى نظيف. وفضلت حماتها في كلام وتبويخ كتير. نور في اللحظة دي ما قدرتش تستحمل الإهانة أكتر من كده، وبصت في عين حماتها وقالت لها بصوت هادي جدا يا أمي، أنا بعمل اللي أقدر عليه عشان أساعدك وأسعد علي، لو في حاجة مش عجباكي قوليلي وأنا هحاول أصلحها. كل اللي بطلبه منك إنك تحبيني زي ما بحبك وتديني فرصة، صدقيني أنا مش جاية أخد علي منك. أم علي اتأثرت بكلام نور جدا بس ما حاولتش تبين،
ولما روحت بيتها بدأت تفكر وتراجع حساباتها تاني وتقول لنفسها هو أنا فعلا كده قاسية؟ وهل اللي أنا بعمله دوت من حبي لعلي ولا إني خايفة أفقد ابني؟ وحاولت تبص للموضوع بمنظور مختلف تاني. مرت الأيام وبدأت أم علي تلاحظ إن نور عمرها ما كانت السبب في إن علي يبعد عنها، بالعكس دي هي اللي كانت بتحاول تقرب علي منها. حست بالذنب من تصرفاتها اللي هي كانت بتعملها، وفي يوم من الأيام قالت لنور تعالي أنا عاوزاكي، بس تعالي لوحدك وما تجيبيش علي معاكي. وفعلا نور راحت، ولما دخلت قعدت وأم علي قعدت جنبها وقالت لها نور أنا عاوزة أقولك على حاجة، أنا كنت غيرانة فعلا منك وكنت حاسة ان انتي خدتي ابني مني، بس دلوقتي انا عارفة ان انتي بتحبيه وبتخافي عليه زيي. تعالي نبدأ صفحة جديدة وسامحيني يا بنتي على اي حاجة عملتها معاكي. نور اتأثرت جدا بكلام حماتها وقالت لها يا امي انتي امي التانية وانا بحبك قوي زي ما بحب امي بالظبط، انا بتمنى ان احنا نكون عيلة واحدة ونعيش مع بعض في سلام. من بعدها أم علي ونور بدأوا علاقة كويسة جدا مليانة بالحب والاحترام، وعلي كان فرحان قوي إن بيته هادي ومفهوش مشاكل وإن أمه كمان مرتاحة. وفي النهاية عرفت أم علي إن الحب لا يمكن أن يكون مقيدا بالغيرة، وأنه بالعكس يمكن أن يتسع ليشمل الجميع. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم عشان القناة تتعرف وتتشاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.